اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. يا رب، كل سر مكشوف لديك وكل عيب لا يخفى عليك، ما أعظم شأنك وما أجمل ما نرى. خير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في يوم جديد من يوميات ايمي. النهارده هنعمل مع بعض روتين مسائي ان شاء الله يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. لايك جامده للفيديو ويلا نبتدي. دلوقتي بقى هندخل نعمل مع بعض النسكافيه. ايه ده؟ مصري كافيه، بديل النسكافيه كلاسيك طبعا علشان المقاطعه. هجربه معاكم في يوم تاني. انا جربته قبل كده بس طعمه بصراحه ما عجبنيش. النوع التاني اللي احنا هنجربه النهارده ده نسكافيه سايب، بيتجاب من اي مطحنه بتاعت بن، وطبعا مش رخيص. الربع ب70 جنيه. انا سألت الراجل اللي هو كان واقف هناك وقال لي ان هو ده بديل للنسكافيه بس ده المنتج المصري. النهارده بقى حبيت اعرفكم على المجات بتاعتي عشان الفيديو اللي فات كده عدينا عليهم مرور الكرام. المجات دي بتتباع بالواحده، الواحد ب35 جنيه. فطبعا انا لقيت عليهم العرض ده فاشتريت 4، وهو بيتباع اصلا بالواحد يعني. فانا عملت ميكس كده ما بين اللون الهافان واللون اللي هو الاخضر دوت او الزيتي، مش عارفه هو لونه ايه بس يعني بصراحه عجبني قوي. وحسيت ان هما الاتنين عاملين ميكس حلو قوي ولايقين على الوان المطبخ عندي. هبتدي بقى اعمل كوبايه النسكافيه بتاعتي. هحط معلقتين من السكر ومعلقه من البن وعليهم معلقه صغيره من الميه، وهضربهم بالمضرب دوت. المضرب ده كان جاي مع الهاند بلندر، يعني مش كل الاوقات يعني بحب اضربه. لما بكون مستعجله بعمله من غير فوم، يعني ما بيفرقش معايا خالص. يعني انا مش من الناس اللي لازم اشرب نسكافيه وانا عامله له يعني فوم كتير وكده. هضربه شويه لغايه بس ما اللبن يغلي، وبعد كده هنزل عليه باللبن السخن. لازم يكون اللبن مغلي. انا بعد تجربتي للنسكافيه السايب بعد موضوع المقاطعه بصراحه طعمه حلو قوي، تقريبا شبه النسكافيه كلاسيك، خصوصا ان احنا مش عارفين نجيبه علشان المقاطعه. ولازم كلنا طبعا يا بنات نلتزم بموضوع المقاطعه مهما كنا متعودين على المنتجات اللي هي مش مصريه. لازم دلوقتي نحاول ان احنا نجرب المنتجات المصرية. بالعكس يعني انا شايفة في موضوع ان احنا نجيب المنتجات المصرية ده في تشجيع جدا لمنتجات بلدنا. هبتدي بقى احط اللبن وقلبته، وبعدين هحط عليه رشة كده صغيرة من البن. هاخد كوباية النسكافيه بتاعتي وهطلع بره في الريسبشن اشربها، علشان ورايا النهاردة شغل كتير جدا محتاجة دعم وتشجيع منكم. طبعا لو انتي لسه محطتيش لايك حطي لي بقى لايك تحت الفيديو ويلا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بعملها في الروتين المسائي بتاعي هو ان انا برجع كل حاجه لاماكنها. ببتدي الاول بالرخامات. دي الرخامه اللي هي على اليمين كلها مواعين نظيفه، انا كنت غسلاها على ايدي، عباره عن علب بلاستيك كبيره والصفايه بتاعه الرز. كل الحاجات دي ما بتدخلش غساله الاطباق لان هي بتاخد مكان في الغساله، في حين ان انا محتاجه المكان ده للحاجات المهمه زي الحلل والاطباق والكوبايات والمعالق. كل الحاجات دي بتبقى يعني من الصعب عليا ان انا اغسلها، لكن العلب البلاستيك سهل جدا ان انا اغسلها بسرعه وانا واقفه. دلوقتي كنت جايبه دقيق وجايبه كاكاو وشويه حاجات كده، وكنت جايبه حاجات تانية بصراحه بس كانت محتاجه ان هي تدخل التلاجة فدخلتها. ودول ما كانش عندي وقت ان انا افضيهم عشان كان عندي شغل، فسبتهم على الرخامه. قلت بقى بالليل وانا بعمل الروتين المسائي معاكم اتشجع كده وابتدي افضي الحاجه. الدقيق انا بحب افضيه في علبه علشان ما يبهدليش الدنيا. وجنب مني طبعا البخاخ اللي انا قلت لكم عليه في الفيديو اللي فات، محطوط فيه شويه صابون سائل وشويه خل ومكملاه ميه، وبمسح بيه اي حاجه تقابلني في المطبخ عاوزه تتمسح بمسحها بمنتهى السهوله. كمان ده الكاكاو بتاع الشرب، طبعا غير الكاكاو الخام اللي انا بستخدمه في الكيكات. بحب يبقى موجود في البيت على طول علشان اشجع ولادي ان هم يشربوا اللبن وكده. طبعا مهم جدا قبل ما تنامي ان انت تكوني موضبه المطبخ عندك، خصوصا ان احنا دلوقتي في مشكله قطع النور، وفي ناس عندها موضوع قطع النور بيرتبط كمان بقطع الميه. انا واحده من الناس دي لان انا عندي موتور، فطبعا النور مقطوع يعني الميه مقطوعه، يعني عطله، يعني هقعد ساعتين مش هعمل اي حاجه ومش هنجز كل اللي ورايا. فببتدي بصراحه من بالليل اخلص كل اللي ورايا. يعني شويه حاجات زي دي عايزه تتفضى، ما ينفعش ان انا ارميها كده بالكياس بتاعتها على الرخام
بيجامه وادخل انام. هاجي الصبح طبعا الولاد رايحين المدرسه، مش هعرف اعمل السندوتشات، يعني الجنب اليمين كان عليه مواعين والجنب الشمال كان عليه مشتريات، فلازم الدنيا تكون فاضية قدامي علشان اعرف الصبح اعمل لهم السندوتشات واجهز لهم حاجتهم. كمان من بالليل بحب قوي ان انا اكون مجهزة كيكاية لو انا ما عنديش حاجة احطها لهم يعني مع السندوتشات. بحب مع السندوتشات احط لهم كمان كل واحد كده قطعة من الكيك. الكيكة بتاعتي بعملها بطريقة سهلة جدا وفي الاخر بيطلع طعمها حلو قوي. عبارة عن 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، عليهم كيسين من الفانيليا، عليهم كوباية وربع من السكر ومعلقة من الخل، وببتدي ان انا اضربهم كويس جدا بالمضرب بتاعي. طبعا لو انت ما عندكيش المضرب ده هتبتدي تعمليها في الخلاط لغايه السكر ما يدوب والقوام عندي يتقل ويبقى لونه فاتح، علشان تضمني ان الكيكه بتاعتك يكون لونها يعني تبقى لونها فاتح وتكون هشه وخفيفه. الكيكة من الحاجات اللي بتنفع جدا في البيت وبتنجز معاكي. اي حد من الولاد جاع ولا حاجة او حد عايز يتعشى عشاء خفيف، بتعملي له شاي بلبن وكيكة وخلاص والموضوع بيعدي على كده. كمان بحط كوباية الا ربع من الزيت وببتدي اضربهم مع بعض، وكمان بحط كوباية من اللبن. ممكن لو ما عندكيش لبن وعندك زبادي ممكن تحطي كوباية من الزبادي، بتدي طعم حلو قوي للكيكة وبتخلي الكيكة طرية وحلوة. كمان هحط كيس من كيك شيف وهحط كوبايتين من الدقيق. هحط طبعا كوبايه، ولو تلاحظوا ان انا غيرت الاداه بتاعه المضرب لان هي دي اللي بتعجن الدقيق. هحط كوبايتين كده، الكوبايه الاولانيه دابت واختفت فحطيت الكوبايه التانيه. هبتدي كده بالاسباتيولا بتاعتي اتاكد ان مفيش اي دقيق موجود على الجوانب بتاعه البوله بتاعتي. هجيب بقى البايركس مبطناه بالزيت ورشيت عليه كده رشه من الدقيق، وهبتدي انزل عليه ب3/4 المقدار بتاع الكيك. ده القوام طبعا بتاعي، لا بتكون خفيفه قوي ولا تقيله قوي علشان تضمني ان هي تطلع معاكي هشه وخفيفه. هحط عليها كده معلقتين كبار من الكاكاو الخام. ده بقى الكاكاو الخام اللي انا كلمتكم عنه، ده ما ينفعش ان انت تخليه للشرب لان طعمه بيبقى مش حلو، بيبقى تقيل كده ومركز فمش هيعجب حد. بتحطي كده معلقه من اللبن او معلقتين، لان انت اول ما بتحطي الكاكاو الخام طبعا القوام بتاعي بيتغير وبيتقل ومش هينفع تحطيه مع الكيكه التانيه، فلازم يبقى الاتنين قوامهم زي بعض. بعد ما اتأكدت ان الكاكاو الخام كله داب، نزلت بقى بالمقدار بتاعي كله على البايركس بتاعي، وطبعا مسخنه الفرن على درجه حراره 180 وبحطها على الشبكه وما بفتحش عليها خالص لغايه ما اتاكد ان هي دخلت في السوى الكامل علشان ما تهبطش مني. هاجي كده بالخله بتاعت الشيش طاووق وهعمل بيها الاشكال دي. بتخلي الكيكه بعد ما تطلع من الفرن وتتقطع بيبقى شكلها حلو قوي، وباينه ان هي حاجه معمول فيها مجهود، مع ان هي بتتعمل يعني في 10 دقايق لو انت مجهزه حاجتك ومطلعه البيض والدقيق من التلاجة وحطاهم كده على جنب. يا دوبك بتحطي كل الحاجه على بعضها، ولو مشيتي بالخطوات اللي انا قلتها دلوقتي يعني في ربع ساعه هتكوني مجهزه الكيكه للولاد عندك وطعمها ان شاء الله هيعجبهم. عقبال الكيكه بتاعتي ما تطلع من الفرن هبتدي اعمل معاكم الزبادي. طبعا انا وريتكم الفيديو اللي فات مكنه زبادي زهران، والنهارده هوريكم ازاي بنستخدم المكنه. ده كيلو من اللبن المغلي، بحط عليه كوبايه من زبادي الفراوله ومعلقه صغيره من السكر. طبعا ما بتحطيش الزبادي على اللبن وهو مغلي، بتسيبي اللبن يبرد خالص لغايه ما يبقى دافي وايدك تتحمل درجه حرارته. بتحطي كوبايه الزبادي ومعلقه صغيره من السكر وبتبتدي بالويسك بتاعك بتضربيهم كويس جدا لغايه ما تتاكدي ان الزبادي داب في قلب كيلو اللبن. دي المكنه بتاعتي، هبتدي بقى احطها في الفيشه، وطبعا بشيل الغطيان من على الكوبايات. الكوبايات دي جايه مع المكنه مخصصه ليها هي، ما ينفعش تحطي اي كوبايات تانية. عباره عن 8 كوبايات صغيره ازاز بتستحمل درجه حراره المكنه. وهبتدي ان انا اصب اللبن بتاعي في الكوبايات بتاعتي. ليه انا حطيت زبادي فراوله؟ اولا بيديها لون وطعم وريحه حلوه قوي، يعني بتشجع الولاد ان هم ياكلوا الزبادي. طبعا احنا عارفين ان الزبادي مهم جدا ومليان بالكالسيوم، خصوصا لو ولادك ما بيحبوش يشربوا اللبن ممكن تعوضيهم بحاجه زي كده. وخطوه ان انت تجيبي لهم زبادي الفراوله وتحطيه زي ما قلت لكم بيدي طعم وريحه ولون، بيخليها عامله كده زي الايس كريم. طبعا بغطي المكنه وبحطها 6 ساعات على جنب.
وطبعا بعد الغدا وبعد ما عملنا الكيكة وبعد ما عملنا الزبادي ادينا شايفين الحوض بقى عامل ازاي. طبعا اللي كان لازم المواعين دي كلها ادخلها الغسالة، واللي مش هيدخل الغسالة هغسله على ايدي، لاني انا ما اقدرش انام واسيب الدنيا كده. يعني اوقات كتير والله ببقى تعبانه واختي بتقول لي طب سيبي الحاجه اعمليها الصبح، بقعد اقول لها طب ما انا الصبح في حاجات تانية هتتعمل، ما في شغل تاني بيتعمل الصبح. فبصراحه يعني الواحد مش عارف، تحسي كده ان الشغل مش بيخلص مهما عملتي اللي عليكي ومهما نمتي وسبتي الدنيا رايقه ونظيفه. برضو بتصحي الصبح بتلاقي حاجات تانية كتير. بس طبعا الواحد يعني يرجع ويقول زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات، الحمد لله طبعا على كل حال، معنى ان في مواعين كتير وفي شغل بيت، معناها ان البيت ده فيه حياة، وان البيت ده فيه اطفال، وان البيت ده فيه ناس عايشين، فالحمد لله. طبعا احنا احسن من غيرنا بكتير كتير كتير، خصوصا بعد ما شفنا الوضع في فلسطين. الناس بصراحة الله يكون في عونهم، وطبعا خصوصا ان الشتاء دخل علينا. لا معاهم هدوم شتوي، ولا قادرين يدفوا ولادهم، ولا عارفين ياكلوا، ولا عارفين يشربوا، ولا عارفين يعيشوا. فالحمد لله بصراحة كل واحد يحمد ربنا على الوضع اللي هو فيه دلوقتي. فربنا معاهم يا رب وينصرهم ويفك كربهم ان شاء الله. طبعا بعد كمية المواعين الرهيبة اللي كانت في الحوض، عايزة اقول لكم ان الغسالة كلها اتملت. الدورين، الدور اللي تحت والدور اللي فوق، خدت كل الاطباق والمعالق والكوبايات والحلل وكل حاجة. فضل حاجات بسيطة قوي اللي انا عملت فيهم الكيكة، دول انا غسلتهم على ايدي، وهبتدي ان انا اشغل الغسالة. الغسالة بيتحط لها مسحوق بودر او المسحوق اللي هو الاقراص. طبعا دلوقتي الاقراص بقت عملية اكتر من المسحوق، لان المسحوق بيتكتل في الدرج وساعات الغسالة مش بتسحبه. ده شكل القرص كده، بحطه في الغسالة من تحت، وببتدي ان انا اشغل الغسالة بتاعتي على برنامج 2.5 ساعات، بتطلع المواعين ناشفة. ودي بقى الحاجات اللي ما خدتهاش الغسالة لاني ما كانش ليها مكان. طبعا البولة البينك دي كبيرة جدا، وانا لو كنت حطيتها في الغسالة كانت بلعت لي المكان، ما كنتش هعرف احط الكوبايات ولا اي حاجة تانية. شويه حاجات كده ما اضطريتش ان انا اسيبها طبعا للصبح. كده كده انا واقفه مستنيه الكيكه لما تطلع من الفرن ومتابعاها، لان انا من النوع لو طلعت بره المطبخ وسبت الكيكه في الفرن ممكن انساها. فقلت اتسلى وافضي الحوض وابتدي اغسل الحاجات دي كده كلها على ايديا بسرعه. اصلا لما الشتاء بيدخل انا بحب اغسل المواعين بالميه السخنه، بحس كده ان هي بتشجعني وبتخليني اخلص كل اللي ورايا. طبعا لو انتي وصلتي معايا في الفيديو لغايه هنا ولسه ما حطيتيش لايك، يا ريت تحطي لي لايك علشان تشجعيني ان انا اقدم فيديوهات اكتر واكتر، خصوصا ان انا راجعه لكم بعد غياب رهيب. انا بقالي سنه ما نزلتش فيديوهات، ودي مده طويله جدا مش صغيره، وممكن توقع القناه ان لم تكن وقعتها يعني اصلا بالفعل. بس انا والله متفائله ان شاء الله المره دي خير، ومتفائله ان القناه ان شاء الله هتكبر بيكم وبدعمكم وبتشجيعكم، خصوصا ان انا عارفه ان في ناس كتير قوي بتحب المحتوى بتاعي وبتشجعني وبيحبوا الفيديوهات بتاعتي. طبعا انتوا عايزاكم تقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم في الفيديوهات اللي بتنزل الفتره دي. انا كان مالي ومال الجواز والنيله والهبه ده، ما انا كنت قاعده هنومه متستته على الاخر، وبتفرج على التلفزيون وبسمع كوكو واوا كوكو واوا. ماله كوكو واوا كوكو واوا كوكو واوا كوكو كوكو واوا. دلوقتي الكيكه بتاعتي طلعت من الفرن. طبعا ما تعوديش نفسك ان الكيكه اول ما تطلع تحاولي ان انت تقطعيها، لان هتلاقيها بتتفرفت معاكي وهتتبهدل وهتديكي نتيجه مش كويسه. فانا بسيبها تبرد خالص وبعدين ببتدي ان انا اقطعها. انا ما بحبش اسيب الكيكه كده في الصينيه، بحب اقطعها قطع كده متوسطه واحطها في العلبه بتاعتي. القالب ده انا كنت جايباه من زمان قوي، كان نازل كده يعني ترند، فجبته من زمان يعني. وساعات كده بحب احط فيه الكيكه، بيدي شكل حلو قوي لو انت حطاها على ترابيزه او حطاها على السفره او على الرخامه، شكله بيبقى حلو. كمان طلعت بره قدام المطبخ، حاطه الترابيزه كده وكرسيين، مسحتها كويس جدا وحطيت عليها المفرش وحطيت عليها العلبه بتاعه الكيكه. عايزه اقول لكم ان الترابيزه دي اسمها ترابيزه راتان، عمليه قوي يا بنات. لو حد عنده مكان في المطبخ وعاوز يحطها، او عايزه تجيبيها لاولادك يذاكروا عليها، او انتوا مثلا تاكلوا عليها او كده، لذيذه جدا وعمليه في الاستخدام. بصوا شكلها عامل ازاي، ترابيزه بكرسيين. طبعا كل حاجه فيهم بتتباع لوحدها، وانا وفقتهم كلهم مع بعض.
عملت كمان البوتاجاز وكنست الارض ومليت الازايز، بس انا مصورتش الحاجات دي معاكم علشان الفيديو ما يطولش، وكمان علشان احنا المره اللي فاتت عملنا الحاجات دي مع بعض. طبعا هسيبكم دلوقتي كده في جوله تتفرجوا على المطبخ عشان تتشجعي كده قبل ما تنامي وتخلصي المطبخ بتاعك وتخليه نظيف كده وزي الفل. قد ايه المكان ده لما بصحى الصبح والاقيه بالمنظر ده بحس براحه نفسيه رهيبه، وبيكون جوايا نشاط كده وحيويه لان انا ابتدي يوم جديد. خلص اليوم بتاعي النهارده، لكن اليوميات بتاعتي لسه ما خلصتش. انتظروني في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تحطي لي لايك وتشتركي في القناه لو انت لسه ما اشتركتيش. شكرا ليكم، سلام عليكم، باي باي.